الأجنبي الذي اغتصب منا السيادة وعطل شرائع الإسلام وطرد العلماء أو شردهم أو قتلهم ليخلو له الميدان. قلت عندما استرجع الشعب الجزائري استقلاله فإنه لم يرتفع صوت على المستوى الشعبي ينادي بتطبيق الإسلام، مع أن الشعب الجزائري شعب مسلم صميما. فما السر في ذلك؟ فإنه قد فهم بالدعاية الاستعمارية المغرضة بأن الدين لا شأن له بالحياة. الإسلام وسيلة للتجنيد ولتزويد الأمة بالقيم الروحية والروح المعنوية، ولكن أن يستمد منه النظام فهذا مما لم يفكر فيه الناس آنذاك. نعم، القتيل سموه شهيدا والمقاتل مجاهدا، والمعارك تبتدئ بأذان الإسلام الله أكبر، ولكن عندما جاء الاستقلال لم نعد السيادة للشرع، لم نعمل على تطهير حياتنا مما علق بها من رواسب الاستعمار في القانون والتربية والتكوين والتصورات. ولهذا فلا بد من تجديد فهمنا للدين. الدين لا يجدد لأنه لا يبلى ولا يخلق على كثرة الرد كما جاء في الحديث، ولكن التجديد هو في المسلمين وفي فهمهم للإسلام. وعندما نتحدث عن معالم النظام السياسي في الإسلام لا بد أن نربطه بعقيدة الإسلام، لأن الإسلام لا تنفصم أجزاؤه بل تتكامل وتتآزر، ولا يمكن أبدا أن نفصل النظام السياسي عن الأخلاق وعن العقيدة، لأن هذا الفصل سيؤدي إلى الانحراف. فإن العبرة الكبيرة بمن يطبق هذا الإسلام، لأن المسلمين منذ 14 قرنا إلى غاية إسقاط الخلافة لم يجاهروا باستمداد الشرائع والقوانين من غير الإسلام، بل كان النظام الرسمي المطبق هو الإسلام. ولكن مع الأسف فإن المسلمين تخلفوا وارتكبت مظالم باسم الإسلام، وليس ذلك إلا لنقص في التربية والتكوين وضعف في العقيدة والإيمان. ولذلك فإن أجزاء الإسلام لا يجوز أبدا أن نفصل بينها. فلو أننا دعونا إلى نظام الإسلام دون ربطه بالعقيدة والأخلاق، مهما بلغ النجاح الذي نحققه على مستوى اكتساب المواقف، إلا أننا لا نستطيع أن نعطي للناس صورة مشرقة عن الإسلام، لأن الإنسان هو الإنسان، والعبء الأكبر في تطبيق الإسلام على الإنسان نفسه، لأن هذا الإنسان ولو كان مسلما إذا جردته من العقيدة والأخلاق فإنه يغدو إنسانا جاهليا يرتكب أشنع الجرائم في سبيل الوصول إلى غايته. ولذلك عندما نتحدث عن الخلفاء الراشدين من حيث أنهم يمثلون الصورة الرشيدة الإسلامية للحكم، فإن أهم جانب مشرق في عهدهم هو في الإنسان،
الذي تمثل تعاليم الإسلام في سلوكه، في علاقته بالناس، في علاقته بربه، في علاقته بأعداء الله، وفي علاقته بالحياة. ولذلك لا يجوز أبدا أن نفصل السياسة عن العقيدة، وفصلها عن العقيدة هذا مفهوم غربي مستورد ينبغي إبعاده وإقصاؤه. ولهذا لا بد من التعرض للمرتكزات العقائدية التي تتأسس عليها السياسة في الإسلام. أولا أن الله هو خالق الأشياء والأحياء. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا البند الأول، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر، وبالتالي هو الذي ينبغي أن يستمد منه المنهج الذي يسير عليه الناس. ثانيا أن الله هو مالك هذا الكون وحاكمه ومدبر أمره، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ثم إن الحكم في هذا الكون لله وحده، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تعالى أيضا قل إن الأمر كله لله، ويقول لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم إن النفع والضرر بيد الله، وهذه نقطة مهمة، لأن المسلمين في الكثير من الأحيان يتعمدون مخالفة شرائع الإسلام تحسبا للرأي العام العالمي، لأنهم يعتقدون بأن العالم ممثلا في دوله الاستكبارية يستطيع أن ينفع المسلمين أو يضرهم، وهذا نابع من ضعف العقيدة. فلو أن حكام المسلمين صدقت عقيدتهم في الله لعلموا بأن الإنس والجن والبشر أجمعين لو اجتمعوا على صعيد واحد وقرروا أن ينفعوا المسلمين أو يضروهم لا يستطيعون إلا بما قدر الله. ولذلك فإن هذه قضية مهمة ينبغي أن ترسخ في أذهاننا. ولهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز الراسخ القدم الراسخ العقيدة قيل له مرة لو أنك تماديت على هذا النهج الذي تتحدى فيه مصالح قومك من الحاشية المحيطة بالملك سيكون لك معهم يوم. فأجاب بما رسخ في نفسه من عقيدة الإسلام أن النفع والضرر بيد الله، قال لئن خشيت يوما غير يوم القيامة فلا وقاني الله شره. ولذلك فإن تعطيل حكم الله في بلاد المسلمين مرتبط إلى حد بعيد بضعف العقيدة، لأن الحكام كثيرا ما يعطلون أحكام الإسلام تحسبا لردود الأفعال من البلاد الاستكبارية، بل كثيرا ما يتدخلون مباشرة بالضغط الاقتصادي والسياسي من أجل تعطيل الشريعة كما فعلت الولايات المتحدة مع السودان، وتفعل أيضا مع الكثير من بلاد الإسلام. فإن من شروط الاستعداد للتعاون الاقتصادي والمالي والدعم السياسي
أن لا تطبق شرائع الإسلام. يقول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المعلم الثاني هو أن الحكم لله، إن الله سبحانه وتعالى له الحكم الشامل في الكون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومع الأسف ففي الكثير من الأحيان المسلمون لا يحتكمون إلى الله في الوقت الذي يطالبون فيه غيرهم أن يحتكم إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: ألا له الخلق والأمر. من الناحية القانونية من أين نستمد الأحكام التي نسير عليها في حياتنا؟ فبداهة الجواب واضح. يقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات تدل دلالة قطعية على أن مصدر القوانين بالنسبة للمسلمين هو شريعة الله، وإذا ما تعمدوا بأنها لم تعد صالحة لمثل هذا الزمان. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كأن هذه الآية نزلت اليوم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الذين يحذروننا من أننا إذا طبقنا شرائع الإسلام سيتألب علينا الشرق والغرب ونعود بأنفسنا إلى القرون الوسطى، مع أن القضايا التي فصل فيها القرآن لا تنسخ على مر الأيام ولا تتبدل مع تبدل الزمان، لأن هذه القضايا التي فصل فيها القرآن فصلا نهائيا مما يتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان، ليس من حيث هو كائن يعيش في زمان أو مكان معين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. المعلم الرابع نتعرف من خلالها على منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عندما يثبت حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يقطع بصلة هذا الحكم به فإنه يصبح ملزما وحجة على الناس أجمعين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا أيها الإخوة
كثيرا ما نسمع الحديث عن الثوابت